ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايه لكم فيديو جديد، كيكه جميله جدا، 5 دقايق بالظبط تكوني عاملاها، وتسويه مجرد نص ساعه وتكون جاهزه عندك. اجمل كيكه شاي ممكن تحضريها لاولادك. ممكن طبعا تطلعيها اوردرات. انا قلبتها معاكم في الفيديو، هنشوف بالظبط تتقلب ازاي وتتظبط ازاي، بحيث ان انت لو عايزه تطلعيها اوردرات تطلعيها بكل سهوله. الكيكه هشه وطريه جدا، ونسبه الفشل ان شاء الله 0%. امشي على الخطوات وباذن الله هتعملي احلى كيكه شاي. يلا بينا نسمي الله ونشوف عملناها ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. نفس الكوبايه اللي هعاير بيها كل المقادير. عندي كوبايه سكر، وعندي 4 بيضات. البيض انا حاطه عليه فانيليا، وعندي كوباية لبن، ونص كوباية زيت، وبشر برتقان. باخد اللي هو الجزء اللي بره بس، ما بدخلش على الجزء الابيض خالص عشان ما تديش مرارة. وعندي باكو كيك شيف هحطه كله. وعندنا كمان 80 جرام زبدة. هنحط البيض الاول في العجان ومعاه السكر، يتضرب لحد ما يبقى الخليط فاتح جدا وكريمي، وده سبب من اسباب نجاح الكيكة. لازم تضربيها مدة كويسة جدا، هوريكي برضو دلوقتي هيكون شكله ازاي، علشان بعد كده يديكي نتيجة حلوة وكيكة فاتحة وهشة وجميلة. هحط اللبن على الزبدة وهسخنهم على النار او في الميكرويف، على ما اخلص بقية الخطوات يكون هو سخن معايا واضيفه للخليط. دلوقتي هحط كوبايتين ونص دقيق في المنخل. لازم طبعا انخل الدقيق اللي هستعمله علشان يدخل هوا كده في الكيكة وتكون طرية وهشة وجميلة. ممكن استغنى عن الزبدة خالص واحط المقدار كله، كوباية الا ربع زيت. لو مش عايزة تحطي زبدة او ما عندكيش زبدة بقى استغني عنها. بس انك تسخني اللبن وتحطيه مغلي على الكيك بيفرق جدا جدا. مع اي مقادير كيكة بتعمليها، مش شرط يكون المقادير دي، اي مقادير بتعمليها وسخني اللبن كويس جدا وحطيه بيدي نتيجة حلوة قوي للكيك، بالذات في الشتاء يعني. دلوقتي حطيت كوبايتين ونص من الدقيق. بستعمل دقيق الضحى، واي دقيق طبعا بترتاحي فيه استخدميه، مفيش مشكلة خالص. وهحط كيس كيك شيف. ما بستعملش بقى اللي هو البيكنج باودر العادي، الاكياس الخضرا دي. يا اما كيك شيف يا اما فوستر كلاركس اللي هي العلب الصفيح دي، او جرينز، كلهم بيكونوا حلوين. لو هتستخدميهم استخدمي منهم معلقة كبيرة او معلقتين صغيرين مليانين. دلوقتي البيض والسكر اتضرب خالص لحد ما الخليط افتح وهش خالص والسكر داب. هنزل بنص كوباية الزيت. المقدار بتاع السكر ممكن تخليه من كوباية لحد كوباية ونص، يعني ممكن كوباية وربع او كوباية ونص. بس انا اكتفيت بكوباية عشان بعد كده هحط عليها صوصات، فعشان ما تبقاش الكيكة مسكرة قوي معايا. لكن لو مش هتحطي صوصات ممكن تحطي كوباية وربع او كوباية ونص سكر زي ما انت عايزة. بعد ما البيض اتضرب كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده مع السكر، حطيت الزيت. وبعدها ما ضربتش كتير، مجرد خلطتهم بس. وبعد كده هحط الدقيق المنخول مع البيكنج باودر، وهديلهم بس لفة بسيطة كده بالعجان، او تعملي بالمضرب العادي بقى او بالاسباتولا. مش شرط ان انت تحطيه في العجان. انا حطيته على السرعة الاولانية، اول ما الدقيق اختفى معايا خلاص بطلت ضرب فيه، علشان طبعا ما يقلبش زي العيش او ينشف معاكي، عشان الدقيق لو اتضرب كتير هيعمل عرق وينشف معاكي الكيك، مش هيبقى حلو خالص. ده الخليط بتاع الزبدة واللبن. اللبن سخن خالص زي ما انتوا شايفين كده. وممكن تستغنوا عن الزبدة خالص وتحطوا مكانها زيت، مفيش اي مشكلة. الزبدة هنا بتدي طعم حلو جدا جدا للكيكة، بتبقى طعمها تحفة. يعني حتى لو ما حطيتيش صوصات ولا اي حاجة، بتلاقي الكيكة كده طعمها مميز وحلو جدا. بعد كده بقلب بالاسباتولا، ما بقلبش كتير علشان دي ما يعملش عرق زي ما قلتلكوا. وبعد كده هحط الخليط في صينية، دي مقاس 26. لو عايزاها اعلى من كده ممكن تحطيها في صينية مقاس 24. وممكن طبعا تحطيها في صينية مستطيلة اللي هي مقاس 20 في 30 او 25 في 35، حسب ما انت عايزاها الارتفاع بتاعها عالي ولا وسط. اهم حاجة الصينية تكون مدهونة بالزيت كويس جدا ومرشوشة بالدقيق متبطنة كويس قوي كده. وبتدخل الفرن على درجة حرارة 180. بتاخد بالظبط 30 دقيقة على المؤقت وبتطلع بالشكل ده. انا ولادي بيحبوها محمرة شوية كده، مش بيحبوها بيضة. لو بتحبيها فاتحة شوية يبقى اظبطي المؤقت على نص ساعة ل5 دقايق بالظبط. هتطلع معاكي اللون اللي انت عايزاه. بعد كده بقلبها. انا قلبتها معاكم طبعا على طول وهي سخنة كده علشان اخلص الفيديو. لو عايزة تسيبيها تبرد شوية مفيش مشكلة. بقلبها بس على بورد كده الاول، وبعد كده هحطها على صينية التقديم. او لو هطلعها اوردرات ممكن احطها على البورد او احطها على صينية اكريليك زي كده. وبتتغلف بقى بالسلوفان مثلا. وبتتحط في الكيس على طول، او تحطيها في علبة كرتون زي ما تحبي.
بعد كده حطيت الصوصات، والصوصات دي اختياري طبعا، هي بتكون جاهزة عندي على طول علشان الشغل اصلا، فاستعملتها كلها. حطيت الكراميل، وحطيت نوتيلا بيضة، وحطيت كمان زبدة لوتس ونوتيلا وجناش، يعني زي ما انت عايزة حطي في الصوصات بقى، بيكون طعمها حلو جدا. وكل قطعة طبعا ما بيكونش عليها صوصات كتير، يعني بتكون حاجة خفيفة كده مع قطعة الكيك، طعمها يجنن وتحفة. ولازم طبعا تكوني محضرة كوباية الشاي كده اول ما الكيك يخرج من الفرن. شايفين الجمال؟ الكيكة طرية جدا وهشة وبيضة من جوه، ما فيهاش غلطة الحمد لله، وهتطلع معاكي ناجحة من اول مرة ان شاء الله. تقدروا طبعا تبدلوا كوباية اللبن بكوباية عصير برتقال لو انتوا عايزين، بس بشر البرتقال بيدوا طعم حلو جدا جدا، كأنك عاملاها بعصير برتقال. انا بحب اعمل الكيكة باللبن علشان مش كل ولادي بيحبوا اللبن، فعلشان كده بحب احط اللبن في اي حاجة بعملها، سواء قرص مثلا او كيكات وحاجات زي دي، بحب اعملها باللبن. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، لو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير، واشوفكم على خير.